بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه السمك المشوي وهنشويه في البيت بدل ما نشويه برا. طبعا هيكون أحلى بكتير وكمان أوفر بدل ما اشويه بره ويكلفني. لا، هنشويه في البيت وكمان هنشويه بطريقه حلوه قوي. انا كنت نازله بالفيديو ده من قريب بس قلت اعيده تاني لانه فيديو فعلا حلو جدا وعايزاكم ان انتوا تجربوه وانا متاكده ان هو هيعجبكم. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس يا ريت قبل ما تشوفوا الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان اللي بيشوفني لاول مره يا ريت ما ينساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف عملت ايه. انا عندي هنا السمك ده اللي هو الماكريل او التونة او السمك الروسي. احنا هنا في المنصورة بنسميه السمك روسي. جبته غسلته وبعد كده بجيب كل سمكية بغلفها بورق. اي نوع ورق عندك غلفي بيه، يعني ورق جرايد، ورق كراريس، مش هيقول لا. حتى لو مكتوب فيها تقولي مكتوب فيها وينفع ان انا اغلف بيه السمك، عادي مفيش اي مشكله، لان هو كده كده بيتقشر في الاخر مع القشر بتاع السمك، يعني بيطلع مع قشر السمك فما بيطبعش مع السمك خالص. وانا بغلف السمك كنت انا حاطه الصاجه على النار ان هي تسخن، بس قبل ما تحطيها عليها بحاجه، عليها بحامل من بتاع البوتاجاز او كوشه من بتاعه البوتاجاز عشان ما تبقاش ملامسه للبوتاجاز وتحرق البوتاجاز معاكي. فلازم الصاجه تكون عاليه. باكد عليكي ان الصاجه حاولي ان انت تعليها باي حاجه عندك عشان ما تحرقش البوتاجاز، لان النار هتتكتم وهتلاقيها حرقت البوتاجاز معاكي. بعد ما غلفت السمك مش هضيفه على الصاجة الا لما اتاكد ان الصاجة سخنت معايا جدا، يعني عايزه الصاجة تكون سخنه قوي قوي قوي. ليه؟ عشان لو انا حطيت السمك وهي بارده هلاقي السمك لزق معايا، فلازم اتاكد ان الصاجه معايا تكون سخنه قوي. حتى لو انتم ملاحظين اول ما ضفت السمك تحسوا ان هي طلعت دخان معايا. بعد كده بقى هسيبها لمدة نص ساعة الأول كده على نار عالية، وأول ما الاقيها طلعت دخان جامد هجيب حاجة أغطيها بيها وهدي النار عليها عشان تستوي. في الوقت ده كان عندي وحدتين من البتنجان قلت أشويهم جنب منها، يعني أنا كان عندي البتنجان وكان عندي السلطة. فهنا السمك اهوت اول ما لقيته لون من تحت زي ما انتوا شايفين مش هقلبه، هستنى عليه برضو، هغطي بقى عليه وهدي النار، هلاقي الدخان ده راح معايا خالص. طب انا بهدي النار ليه؟ عشان اسوي السمك هنا لحمه تخين، لو انا ما هديتش النار هاجي طبعا اما اجي افتح السمك هلاقي فيه دم. فانا عشان اتلاشى الموضوع ده لازم اهدي عليه النار عشان ان هو يستوي معايا. عايزه اقول لكم ان هو طبعا ما يجي يتشوى في الفرن البلدي او الفرن اللي هو الغاز هيكون احلى واحلى، بس انا عشان ما عنديش انا بشويه على البوتاجاز. في الوقت اللي انا كنت بشوي فيه السمك كنت انا بعمل البتنجان وكنت بعمل الرز برضو، يعني هتعملي كله في وقت واحد وخلال ساعه هتكوني مخلصه الاكل. انا هنا بقلبه على ظهره برضو عشان يستوي معايا. طبعا الظهر ده اللي بيكون فيه اللحم بتاعه عشان يستوي، عشان اتاكد ان اللحم بتاعه يكون مستوي معايا. انا هنا هديت عليه برضو النار وسبته على ما هو يكون استوى معايا، يكون انا عملت السلطه. هو خلاص هو يعتبر ان هو اتشوى، بس انا بقلبه من كل جهه ومهديه عليها النار عشان اتاكد ان هو يكون استوى معايا ما يطلعش فيه دم معايا. كنت انا بعمل السلطه، عملت اي حاجه بقى موجوده عندك، خيار، طماطم، الفلفل، اي حاجه حطيها معاكي في السلطه. يعني مش شرط مثلا لو ما فيش معاك عندك فلفل تقولي السلطه هتقف بطماطم وخيار بس، ما فيش اي مشكله، اللي موجود عندك طلعيه واعمليه. هنا السلطه انا عملتها. وعايزه اقول لكم معلومه عن البصل، اما تيجوا تحطوا البصل في السلطه اوعي ان انتي تبشري البصلايه. ليه؟ لو انتي بشرت البصلايه هتلاقيها مررت معاكي. البصل بتاع السلطه او البصل عامه اما انتي هتيجي تاكليه، يعني ايه، هتاكليه مباشر، يعني مش هتحطيه في الطبيخ اللي انتي هتقليه مع زيت. مع زيت لازم ان انتي تعمليه بالسكينه، لانك لو بشرتيه بالمبشره هتلاقيه طعمه فيه مراره معاكي وهتخسري السلطه. هنا كان السمك كنت انا بختبره، جبت عود من اللي هو الشيش طاووق وبحطه كده في بطن السمكية او عندي راس السمكية، لان راس السمكية دي الجزء اللي بيكون فيها الدم. فانا حطيت العود فيها ولقيت العود طالع معايا نضيف، فكده يبقى خلاص. وعايزة اقولك على حاجة، ممكن اللي انتي تحشي السمك ده، يعني ممكن تحشيه
توم وبصل وطماطم وخضره، وتتبليهم وتحطيهم في قلب في بطن السمكيه، تفتحيها وتنضفيها، وبعد كده اللي انت تعمليها بالورق. بس انا ما حبيتش ان انا اكلف نفسي، السمك الروسي غالي، السمك جايبه الكيلو ب110، فانا قلت لا كفايه. وحتى قلت ايه كويس الحمد لله ان انا عندي السلطه وهمشي بقى اليوم. هنا السمك انا بحب ان انا اعمل التمليحه بتاعته اللي هي تكون ناشفه، مش بميه. يعني ايه بميه؟ يعني زي السمك البلطي كده اللي انا اعمله بتمليحه فيها ميه. لا، انا بحب التمليحه بتاعه السمك اللي هو الروسي او البوري، بحب التمليحه اللي هي عباره عن ملح وكمون وكزبره وشطه، وارش عليهم واعصر عليهم ليمون، ويبقى حلو قوي كده. لو انتي بتحبي ان انتي تحطي له التمليحه اللي هي فيها ميه براحتك، يعني ده يرجع لك. هنا انا برش التمليحه دي تحت السمك وفوق السمك. يعني انا جبت صينيه، واهم حاجه الصينيه تغلفيها بكيس، لان في الاخر انا هربط السمك ده او هقمره بالكيسه عشان يعرق معايا، وما اجي اقشر السمكيه الاقيها تتقشر معايا بكل سهوله. انا بحب ان انا اقشر السمكيه وقت ما اجي اقدم الاكل او ان انا اغرف الاكل، بيكون اسهل، بيكون الكيس عرق لي السمكيه وبلاقي القشر ده بيطلع معايا بكل سهوله. لكن ممكن وانت بتشيليه دلوقتي ممكن ان هو يطلع معاكي، يعني هو اي نعم سخن، بس انا كمان بحب ان انا اعمله كده عشان ما يشربش ملح معايا كتير. زي ما انتوا شايفين الملح مرشوش عليه اهوت، بس انتي كمان اما بتكوني حطاه على الورق مش هيشرب معاكي ملح كتير. لو انتي حابه ان انتي تقشريه وترشي عليه شويه ملح صغيرين عادي براحتك، يعني مش هيقول لا برضو عادي، ما انتي ممكن تتحكمي في الملح، بس انا بحب ان انا اقشره وقت التقديم. هنا خلاص بعد ما خلصت الملح وحطيت عليه الليمون، زي ما قلت لكم بقى هغلفه بالكيس كويس جدا عشان ان هو يعرق معايا واعرف ان انا اقشره، وكمان في نفس الوقت ان هو يكون سخن معايا. يبقى كده انا خلصت السمك. والبتنجان كان عندي على النار اللي انا كل شويه بقلبه. والرز كنت انا خلاص هديت عليه النار، بعد ما اتشرب هديت عليه النار. ويبقى كده خلاص. والسلطه كمان كنت انا خلصتها، يبقى كده خلاص ما فاضلش معايا اللي انا احضر غير اللي انا احضر معايا البتنجان. دي الدقه اللي اتبقت معايا اهيت بوريها لكم، اللي انا هاخد منها معلقه صغيره على قد البتنجان، واللي هيتبقى هحطه في البرطمان بتاع الدقه هينفعني في حاجات تانية كتير. هنا البتنجان بعد ما يخلص ما ينفعش ان انا اسيبه يبرد وهو سخن كده، حاولي ان انت تقشريه، بس اوعي تقشريه تحت الميه. في ناس بتقشره تحت الميه بتقول عشان بيكون سخن، وعشان تضمن ان البتنجانيه ما يكونش فيها قشر خالص وان هو يطلع معاه بكل سهوله. لو انت عملتي كده هتضيعي طعم البتنجان بيكون فيه زيوت، لو انت عملتيه تحت الميه هتلاقي الزيوت اللي في قلب البتنجان ديت طلعت مع الميه ومش هيبقى له طعم معاكي خالص. فحاولي كده قشريه معاكي بالراحه على قد ما تقدري. هنا انا مش هعمله في الكبه، لا انا هقطعه بالسكينه بيكون له طعم احلى. يعني انت ما تيجي تعمليه بالسكينه بيكون له طعم عن الكبه. بعد ما قطعته بالسكينه كان عندي فلفل احمر حطاه في الفريزر، طلعته اخدت منه معلقه، وكان عندي طحينه برضو حطيت منها معلقه، وحطيت معلقه صغيره من البهارات اللي انا كنت عاملاها للسمك، وقلبت ده كله مع بعضه، وعصرت عليه ليمون وشويه خل. لو انت حابه ان انت تزودي بالزبادي اعملي، انا ما حبيتش يعني اكلف نفسي اكتر من كده، قلت لا حلو مش مهم كوبايه الزبادي ما دام في طحينه حلوه قوي. يعني حاولي ما تكلفيش نفسك او تأفوري في الاكل قوي عشان ما تحسيش ان الميزانيه زادت معاكي او خرمت معاكي. يعني على قد ما تقدري، كل حاجة غالية دلوقتي، حتى الخضار غالي، يعني الطماطم الخيار البصل دلوقتي بقاله سعر وبقاله تمن، فكل حاجة غالية. فحاولي على قد ما تقدري اقتصري ووفري. يعني مش معنى ان انا ما ضفتش علبة الزبادي ان هي هيكون طعمها وحش، لا عادي طعمها حلو وماشي الحال وما فيش اي مشكلة. هنا انا قلبتهم خلاص مع بعض، وبعد كده حطيتهم بقى في الاطباق. انا كنت هقسمهم على 3 بس لقيتهم يدوبك على قد 2. وهنا كان الرز بتاعي خلاص السوا، وكنت حاطه زيت على النار ان هو يتقدح او يسخن واضيفه على الرز. عايزه اقول لكم جربوا الرز بالطريقه دي مع السمك بالاخص، بيبقى له طعم احلى غير اللي انت بتعملي الزيت في الاول. كده بيكون له طعم احلى. كده خلاص انا بعد ما خلصت بقى غرفت وقدمت الاطباق. وهنا كنت انا قشرت السمك، ما حبيتش بقى اللي انا ازعجكم بحته زي دي او اللي انا اطول عليكم في حته زي ديت، فقلت ان انا اقشره واحطه في قلب الطبق. وده الاكل بتاع النهارده اهوت.
وفرنا شوي السمك، عملناه في البيت. عايزه اقول لكم ان هو ريحته في البيت بيكون احلى من بره بكتير. بره بيكون له ريحه زفاره كده من كتر شوي السمك على بعضه. فجربوا ان انتوا تشووه في البيت، واول ما تحسوا ان هو بيطلع دخانه هدي النار وغطوه باي حاجه هتلاقوها كتمت الدخان على طول. ده فيديو النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعايه الله واستودعكم الله.